للأسف أنا ما عنديش وقت، أنا بالظبط نص ساعة ومنطلق، عندي رايح مارينا نهضة، فأنا جاي معاكم كده مخطوف نص ساعة. سؤال بس، مين فينا بيحب في الكبار بس هم اللي بيحبوا ولا إيه؟ أيوه طيب طب اللي ما رفعش ايده مش بيحب ليه؟ في شباب ولا ايه؟ عقدة. لا بجد انا بسأل سؤال، السن ده سن الحب يعني، مش فاهم ايه السبب، ايه الشباب اللي مش بيحب ده؟ طب انت ابتديت تحب امتى؟ انت عندك كام سنة؟ من ساعة ما اتولدت؟ هي حب الوطن فرض عليا ولا ايه؟ شكلك كده هتخش على الوطن، حب الوطن وابويا وامي. لا انا بتكلم بجد، مين فينا مر بتجربه عاطفيه؟ مش يعني مش عاوز ترفعي ايدك ما ترفعيش، بس شكلكم حبيبه يعني مش ابونا هيصلي لكم التحليل في الاخر وخلاص، وبعدين ما دام مواظبين على الاعتراف خلاص مفيش قضيه. مين طيب في صداقة بين ولد وبنت؟ مين في جروب صداقة أصدقاء ولاد وبنات؟ كله. أيوة كده الناس طمنين عليكم يعني، خوفتوني. طب الصداقة الولاد من الكنيسة ومن خارج الكنيسة ولا من الكنيسة بس؟ لا الاثنين. مين عامل صداقات خارج نطاق الكنيسة؟ خارج نطاق الكنيسة. أوكي. ولاد ولا بنات؟ ولا من نوعين؟ قطع سمك وبينها. عموما احنا داخلين في الصيام بدري ومحتاجين السمك. طيب سؤال تاني، مين متوقع ان يبقى في صداقه بين الولد والبنت؟ ايه؟ قولي ما تخافيش. انا لو قلت حاجه غلط صدقيني هقول لك انا مش مقتنع خلاص، مش هتنمر عليك يعني. قولي. لما حد بنتوقع ان هو حقيقي بس ما بنتوقعش اي حقيقي. ما حدش بيتوقع الحقيقة. دي حقيقة. اوكي. سؤال تاني برضه انا عاوز اسال ليه، انا عاوز اطلع اللي في دماغكم بس. لو عندك سر وسر قوي 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 تحبي تقوليه لولد ولا البنت؟ لا ده ولا ده. ليه؟ لا خالص ده دول أعد بنات شفتهم بجد، دول أعد البنات شفتهم. البنت اللي اتسرعت وقالت لا ده ولا ده أسرع إجابة، دي أصدق إجابة. ليه؟ أنت لما تكون عاوز تنشر خبر قول عليه سر. لما تكون عاوز تنشر خبر قول عليه إيه؟ سر. طيب ايه القصه؟ احنا وجود علاقه بين الولاد والبنات داخل حضن الكنيسه على الاقل، حتى لو احنا سالنا بعض اتكلمنا مع بعض في الدراسه في القداس في الخدمه في ده، بنطلع كورال مع بعض، بنطلع مسرح مع بعض، احنا في جو راقي. في حضن الكنيسه دايما بيبقى احنا دايما عارفين ان في ايه، احنا تحت ايه؟ ستر ربنا. خارج نطاق الكنيسه ما بيبقاش يعني، طبعا ده بيدي احساس بالانطلاق اكتر، احساس بان انا يعني اوبن مايند، فانا بقبل ده وبقبل ده وبقبل ده، بس في مخاوف كتيره قوي. وبالذات البنات الخوف مش عليه هو، الخوف على البنت اكتر منه. ليه؟ احيانا البنت حاسه ان الولد ده طيب والولد ده خجول والولد ده بيتكسف والولد ده ملوش علاقه بحد والولد ده ما بيتكلمش بنات والولد ده هاري نفسه مذاكره شكله باين من نظارته يعني مشوها كويس. فاحيانا يحصل ايه؟ ببساطه شديده جدا البنت تقول لك ايه؟ اصل الواد التاني شجاع جريء ما بيخافش، وبعدين هو اساسا بيننا مش هيبقى في حب، دي مجرد صداقه،
اصل هو من ديانه وانا من ديانه تاني. لا، اللي بيحصل لخبطه انت ما بتدريش بيها. لخبطه في ايه؟ اتعودت على وجود الشخص ده في حياتي. اتعودت ان انا اقول له اخباري يوم بيوم. بابا ضرب ماما، ماما جرت ورا بابا، بابا اختفى، ماما رجعت. ايه اللي بيحصل؟ انت بتنقلي اسرار بيتك واحده واحده. ابتديت تستريحي في الكلام معاه، ابتدى هو كمان يقول لك على ايه؟ اخباره. فتكون النتيجه ايه؟ ان حصل بيننا نوع من التعلق مش طبيعي. والتعلق ده بيودي في داهيه. بيودي في داهيه ليه؟ انا عارف ان انتوا بنات عاقله وناضجه بما فيه الكفايه، بس التعلق ده قد يؤدي في داهيه ليه؟ تحسي احنا هنفضل الحب فوق الاجناس وفوق الاديان وفوق البطيخ. ايوه بعدين كويس، واحنا هنفضل اصدقاء طول عمرنا، واحنا هنفضل مش عارف ايه، ويا بنتي لا. طب وبعد كده ايه يحصل ايه؟ انت مش طايقه ولا ولد من الكنيسه، مش طايقه ولا حابه انك تتكلمي مع حد فيهم خالص، وبالنسبه لك دول الاشكيف. لا، ارجوكوا الصداقه تبقى في جو من الاخوه، جو من الزماله. ليه؟ احنا عندنا 3 انواع من الحب، عارفينهم طبعا. حبيبه لان الفتره دي بتحب. عندنا 3 انواع من الحب، عارفينهم؟ في حب الايروس. والايروس ده حب الايروس ده حب الشهوه. فيجي الولد كده يقول لك بنت طلقه صاروخ ارض جو. انتوا ما انتوا عارفين هم، انتوا واضح انكم حافظين كويس. طبعا هو البيت مركز على ايه؟ على شكل جسم، ملامح وش. ده طلقه صاروخ ارض جو. عارفين بعد الجواز الطلقه وصاروخ ارض جو دي هتبقى دبابه مدرعه. ليه؟ مش مصدقني، بص على بابا كويس. فطبيعه الحال ده حب الايروس. عارفين زي مين في الكتاب المقدس؟ أمنون وسمار. ده كان حب ايه؟ حب شهوه. انتوا عارفين أمنون بالنسبه لسمار يمثل لها ايه؟ اخوها. اخوها منين؟ من الاب مش من الام. حبها حب جدا، بس ده حب ايه؟ حب الشهوه. حتى بيقول الكتاب كده لما اوقعها ابغضها بغضه شديده جدا. في حد يحب حد يوقعه في الخطيه؟ لكن ابغضها بغضه شديده جدا يعني كرهها جدا. كرهها بسبب ايه؟ ايوه لانه اللي عمله ده ما كانش ايه؟ حب. ده استغلال، ده شهوه، ده لذه، تسلط. والحب اللي احنا فيه دلوقتي ما بيدورش غير على النقطه دي. في حب ارقى، ده اللي بنعمله جوه الكنيسه اسمه الفيليو او الفيليا. حب الفيليا حب الزماله. احنا في جو نقي في الكنيسه، بنتكلم مع بعض باحترام، مفيش حد ولد واقف مع بنت لوحدهم. ليه؟ ايوه احنا ايه بنناقش قضيه الشرق الاوسط يعني ولا ايه؟ ولا ان شاء الله بايدن هيقابل بوتين ولا مش هيقابله؟ انت بتتكلم في ايه؟ لا، لما نبقى بنتكلم في وسط ايه؟ جروب. نطلع رحله مع بعض. لكن مش اتنين، مش واد وبنت، مش واقفين على جنب كده والناس كلها رايحه معديه شايفاكوا. مش هو ده. الحاجه الثانيه اللي انا عاوز اركز عليها، عندنا حب الاغاني، وده بعد الشر عليكم مش في السن بتاعكم. ليه بقى؟ حب الاغاني ده يعني حضرتك قلت لي ممكن تحب، مش كده؟ طيب حبيت البنت دي ما بنرجعش عشان ما تزورش على حد. حبيت البنت دي وجات البنت دي كبرت، دخلت الكليه غير اللي انت دخلتها، هوب اتخطبت، هوب اتجوزت. تحبها ولا ما تحبهاش؟ تحبها عادي لما اتجوزت؟ ده يا بختها اللي هترتبط بالولد ده. هيبيعها في اول محطه. اول محطه هيسيبها على المحطه ويروح. لا محظوظه، محظوظه بختك. هيسيبك من اول محطه، مش هيلازق لك يعني. عارفين القصه ايه؟ انا بحبها جدا
بس انا اتمنى لها السعاده حتى لو ايه مش معايا. ليه؟ اخواتي اللي قاعدين الجمال دول مصروفه ما يفتحش بيت، كبير يفتح على 200 كنز، واحتمال علبه واحده يخمسوها هما الاثنين. كويس؟ فطبيعه الحال يقول لك بصي انا اعرف فلان حب فلانه وهم في ابتدائي ومتجوزين دلوقتي. طب لما هم متجوزين دلوقتي لما كانوا في ابتدائي كنت انت فين؟ تفهمين قصدي؟ فطبيعه الحال ده كلام فاضي، مفيش حاجه اسمها كده. احنا عشان عارفين الولد عشان يقدر يختار شريكه حياته صح عند سن كام؟ مش اقل من 23 سنه. 23 24 ده النمو العاطفي بالنسبه للولد. طب والبنت؟ مش اقل من 20 سنه. لان البنت انضج عاطفيا منين؟ من الولد. البنت بتسبق الولد في النمو العاطفي ب3 سنين. فلو انت تتجوزي عند سن 20 تقدري تختاري صح عند سن 20، هو عشان يختار صح مش قبل 23 24. اتفضل. لا اصل ده مش حب سعادتك. لا شكلك كمس انت اللي بتحب والعيال دي ضايعه. انتوا عارفين ايه اللي بيخلي الولاد ما بيحبوش؟ ان المسات بتحبه هم لا. ده ابني. انت بعتها كده من اول لحظه. بس هو اتعلم العلمه دي منين؟ ما علينا مش عشان التسجيل بس. اقصد ايه اقول ايه؟ عشان بس ركزوا في كل اللي انتوا عايزينه. احنا في الفتره اللي احنا فيها دلوقتي ما تطلقوش مشاعر في غير اوانها. يعني ايه ما تطلقوش مشاعر في غير اوانها؟ رحت قلت له انا بحبك وهو بيقول لي انا بحبك، وان شاء الله عش العصفور يقضينا نتغدى بزيتونه وننقع نقايه بالليل. كويس؟ انت بتعمل ايه؟ ده انت ممكن تتجوزي وتخلفي وهو لسه بيكون نفسه. فاهم قصدي؟ فده مش وقت مجال اطلاق مشاعر. ما بقولكوش ما تحبوش، احبه. ده انا اول حاجه سالت بتحبه ولا لا؟ احبه على قد ما تقدري، بس قبل ما توزعي مشاعر وتتجرحي. في بنات تقول لك ايه المانع ان انا اجرب تجربه الحب ويعني يطلع زي ما يطلع. في مقوله انجليزيه كده تقول love is blind. الحب ايه؟ اعمى. عشان كده اللي انت شايفاه انور وجدي ده دلوقتي قدام شويه بعد سنه سنتين ابو وارث عصر، عبد السلام النابلسي، يعني اي حاجه ما تعرفوش الناس دي. فدول هيبقى شرفان طح اي حاجه من الحاجات دي. فالسؤال والبنت اللي انت شايفها دلوقتي ما بنامش الليل من غيرها، وما يعني انا طبعا انت ما بتنامش بالليل عشان في بيتكم ناموس، لكن القصه ما فيهاش علاقه، ده مش حب. عشان ااكد لكم على نقطه مهمه قوي. فاكرين في الكتاب المقدس اتذكر قصه يوسف مع امراه فوتيفار. الكتاب المقدس قال مين احب التاني؟ امراه فوتيفار احبت يوسف. طب سؤال بقى عشان ده يوري لك معنى الحب بجد. في حد يحب حد يوقع في الخطيه؟ بعدين دي وليه متجوزه، الواد كان شاب طاهر عفيف كويس، دي وليه يعني ما علينا احنا في الكنيسه مش هنجيب سيره الناس. واحد اللي يحب حد يوقعه في الخطيه، اللي يحب حد يسجنه، اللي يحب حد يشهر بيه. ايه رايك بقى ان اللي احب يوسف هو اللي احب مش امراه فوتيفار؟ لا 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 الكتاب ده اتغير ولا ايه؟ اقول لك الدليل. اولا اول ما جه توقعه في الخطيه عمل ايه؟ ترك الرداء وايه؟ جري عشان يضحك عليها. قال لها ايه؟ هوذا سيدي. ايه ده سيدي جه اهو. فطبعا هي تتخض. عمل ايه؟ جري فلت منها. كويس؟ سؤال هو ليه ما قالهاش هوذا زوجك؟ مش هي جوزها؟ ما سيده هو جوزها عشان ما يكسفهاش. اشكرك يا مس
عشان ما يقولهاش يا خاينه. يا ولاد مش متجوزه؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ما عملش كده، ما احرجهاش. بص الرقه اول ما دخل السجن، في حد فيكم دخل السجن من كده؟ رغم ان مناظرته تقول، لكن ما علينا. كويس؟ اللي دخل السجن اول ما يخش السجن، عشان برضو اللي هيخش مستقبلا يبقى عارف هيخش ازاي. انت اول ما تخش كده بتلاقي البطانيه متقطعه كده تاكله كده، ده بيسموه مصطلح البورش. مش البورش العربيه، لا بورش، ده مصطلح البورش. كويس؟ بتقعد عليه، اول ما بتقعد عليه كده، اول ما تخش الزنزانه يبداوا يسالوك تهمتك ايه؟ ايه اللي جابك؟ جيت هنا ليه؟ كانت اسهل حاجه اقول لهم ايه؟ انا عبد وليا رئيس الشرطه، وبشتغل عنده، وكانت الوليه دماغها لفت، كانت عاوزه توقعني في خطيه او ايا كان فضحها. عامل كده يا يوسف. حكى المساجين هي امرأة الانتقال عملت معاه ايه؟ لا ما حكاش، ما شهرش بيها. طب لما خرج من السجن 13 سنة سجن ظلم في عز شبابه، 13 سنة خرج من السجن وبقى الرجل الثاني بعد فرعون في مصر. اجيب رئيس الشرطة ده هو ومراته واسحلهم. انتقم؟ اذا اللي يحب ما يوقعش الطرف الثاني في الخطية. اللي يحب ما يأذيش الطرف الثاني. اللي يحب ما يشهرش بالتاني. اللي يحب ما يأذيش الطرف الثاني. طب انا بحبها، ايه هأذيها في ايه؟ انا وقفت مع البنت الجميله دي في الكنيسه، وبعدين وقفنا لوحدنا وانا عمال اتكلم معاها اتكلم جدها. كويس؟ ما لقيتش بنتي كلها كده. كويس؟ فانا بتكلم معاها، يوم كل الناس يقولوا عليها ايه؟ يا بنت ايه؟ ليه مش كويسه؟ عشان واقفه مع مين؟ مع راجل لوحده. لا انا مش بنعمل حاجه غلط، ده احنا في قلب الكنيسه مش بنعمل حاجه غلط. لو انت مش بتعمل حاجه غلط ما وقفتش ليه في وسط مجموعه؟ انت مش هيصيبك حاجه. ده انتوا عارفين الولد لما يقف مع بنت يبقى نفسه ايه؟ نفسه كل الشباب يشوفوه عشان يقولوا عليه ايه؟ مقطع السمكه وديلها وراكن السفه على جنب. كويس؟ يعني جيتوا تختفوا دلوقتي، كنتوا متنطورين في كنيسه النار. لكن ده ممكن يعمل ايه؟ ده يأذي. حاجات تانية اللي انا عاوز اكد عليها، نقطة مهمة جدا. البنت دي من غير ما تعرف، انا لقيتها مؤدبة، بنت ناس ومحترمة، بنت ربنا، فقررت ارتبط بيها. لو انا شفتها واقفة مع كذا ولد قبل كده ممكن افكر فيها؟ بس دي حاجة قديمة قوي. لا صدقوني، انت من غير ما تاخدي بالك قد يكون في ناس حاطين عينيهم عليكي وانت مش واخد بالك خالص، وبيتابعك وبيشوف اخلاقك، سلوكك، تصرفاتك، طريقه رد فعلك، بتتعاملي مع الناس ازاي. وبعد ما يقتنع بيكي تماما يروح يتقدم لك في الوقت المناسب. لكن لو شافك مع واحد 2 3 4 5، لو انت اخر بنت، ليه؟ الراجل كل الرجاله دول كل واحد فيهم محتاج زوجه قطاع خاص مش قطاع عام. تبقى بتاعته هو لوحده مش ملك للدوله. لا طبعا. فهمتوا يعني ايه قطاع خاص وقطاع عام؟ ايوه. انا عاوز بصوا دايما حطوا القاعده دي في ذهنكم دايما. كل راجل من دول بيحلم ان يكون اول راجل في حياتك. كلهم بيحلموا كده ان يكون هو اول راجل في حياتك. عارفه لو انت تعرف حد قبله يعني حتى لو بيحبك مش مالي ايده. ليه؟ زي ما قلبت اللي قبله ممكن تقلبيه هو راجل. لكن هو نفسه يحس ان انا اول راجل في حياتك. والبنت نفسها يكون ده اخر راجل في حياتها. العكس ده. انت حد فاهم حاجه ولا انا بتكلم في كلام هندي؟ الراجل يحب دايما البنت اللي يكون هو اول واحد في حياتها، مفيش حد تاني، وما تشاركش مع حد تاني، وان انا اكون رقم ايه؟ 1. وانتي تحبي لما ترتبطي براجل يكون ده اخر راجل في حياتك.
بمعنى ايه؟ انا بقى لا يمكن افكر في حد ايه؟ غيره. وصلت؟ لا لسه سلم، ابدا سلم من هنا الاول. معايا خدت بالكم؟ صباح الخير. صحوك ليه؟ ايوه انا عارف احنا لسه، اصل انا بخلص وانت جاي. انا اخر حاجه. اوكي؟ بص معايا، اللي انا اقصده خلينا دايما فاهمين ان في علاقاتنا نحافظ على بعض، ما نأذيش بعض، ما ندخلش نفسنا في علاقات قد تكون علاقات متكسره. متكسره بسبب ايه؟ متكسره بسبب ان انا اخد من البنت دي للبنت دي، والبنت دي للبنت دي، ودي افهمها انت وانت وانت وانت، وبعد فتره اقلبها واشوف ايه؟ غيرها. لا ده مش وقت خالص. ما تعرضوش نفسكم لتجارب حب فاشله، لان ده ما اسموش حب. احنا قلنا عشان يبقى في حب ومشاعر مش قبل 20 سنه. زائد اللي انت شايفاه دلوقتي هو سوبر مان كويس. لما نيجي نخش الجامعه ونخش كليه هتلاقوا شخص تاني وتالت. اولا المدارك كبرت، اتسعت اكتر، ابتديت افهم اكتر، ابتديت اخد بالي من شخصيات اكتر، وده هيفرق معايا جدا. وصلت؟ كمان عندي نقطه ثانيه مهمه قوي لازم نركز عليها. ركز عليها. اول حاجه عندنا كمان محتاجين نركز عليها، ما نخشش في علاقات مش يعني قد تبدو من بره شكلها حلو ومن بعد كده صعبه. كان عندي بنت في ثانيه ثانوي وقعد سواق ميكروباص. سواق ميكروباص يعني مش دكتور، مش مهندس، مش ده، سواق ميكروباص مع احترامي للكل. كويس؟ قعد يقول لها انت وانت الحب الوحيد في حياتي وانت كذا، والحب فوق الاديان والحب فوق البطيخ، لدرجه ان ممكن يطلع بيها بالميكروباص لوحدها من غير ما يكمل عشان يوديها المدرسه، ويبقى مستنيها الصبح ما يرضاش يحمل لغايه لما هي اللي تيجي. وقعد رايح في الرايحه والجايه، في الرايحه والجايه كده لغايه لما ايه؟ وهتفضلي على ديانتك، وانا اللي هوصلك الكنيسه بنفسي، وانا اللي هعمل واسوي، وانا اللي مش عارف ايه. بالعكس، وحبيتي تودي الولاد الكنيسه، انا اللي هوديكي الكنيسه، وتفضلي على ديانتك. الحب فوق الاديان، فوق البطيخ وفوق الكلام ده. ايه اللي بيحصل بعد كده؟ البنت دي اختفت لمده 3 ايام. ولولا ان ابونا كان في المنطقه دي شاطر جدا جدا وسعى يعني كل الطرق لغايه لما رجع البنت دي. بس لما رجع البنت دي قالت له ايه؟ هو كان بيقول لي كلام حب، هو كان بيقول لي انه هيعمل ويعمل ويعمل ويعمل، وانا ما لقيتش كل الكلام ده في مين؟ لا اب بيسمعني، ولا ام بتسمعني، ولا المست بتاعتي بتسمعني، ولا حتى الولاد اللي عندنا في الكنيسه كان حد فيهم مهتم بيهم. لا، هو مش معنى ان مفيش ولد كلمك يبقى انت وحشه. مفيش معنى ان مفيش ولد دخل معاك في علاقه عاطفيه يبقى انت بنت ما تتحبش. مين قال الكلام ده؟ اوعوا تاخدوا الحب والمشاعر كنوع من التسليه. ما ينفعش. يقول لك اصل انا عندي فراغ عاطفي. فراغ عاطفي اعمل ايه؟ اخش قصه حب وزي ايه؟ ما تيجي. اصل انا برضه عاوز احب واتحب. ايوه بس ايه اللي بيحصل؟ احيانا بيتقلب لتعلق عاطفي، والتعلق العاطفي ده يعمل مشاكل خطيره جدا فيها وبعد. الاغرب من كده كمان عاوز اكد على نقطه ثانيه مهمه قوي. الصداقه حلوه، بس انت كولد ينفع تقول لبنت مشاعرك الجنسيه ومشاعرك وشهواتك ورغباتك تنقلها لبنت؟ تقول لها حاجه زي كده ازاي؟ ولا بنت تقدر تنقل، ولا بنت تقدر تنقل مشاعرها لمين؟ لولد. مفيش حاجه اسمها كده. فطبيعه الحال حته الصداقه بين الولد والبنت داخل اطار الكنيسه اوكي، داخل اطار العيله اوكي، لكن غير كده لا.
غير كده لا اعتمد عليه. فطبيعه الحال مهم قوي ان احنا نركز، ما نستعجلش في اقامه علاقات عاطفيه، ما نستعجلش. الفيسبوك طول النهار عمال، وكل بنت بقى راحت الكوافير عمل شعرها في العيد تنزل صورتها على الفيس. الصور دي بيتعمل بيها اسوأ حاجه. لو انتم مش فاهمين اسالوا الولاد، فاهمين كل حاجه، فاهمين كل حاجه. اللي بيضحكوا دول لعيبه فوتوشوب. لا بصوا، ممكن في الدراسه فاشل، لكن على الفوتوشوب لعيب. فتنزل صورتك، ياخد صورتك يركبها على جسم تاني، يركبها ده، وبيتعمل احلى شغل وانتم مش واخدين بالكم. وممكن يتناقلوا الفيديوهات دي فيما بينهم. واحيانا يعمل، عارفين بنت في العمرانيه جيزه، البنت دي كانت في ثانيه اعدادي مش في ثانوي عاقله يعني، لا في ثانيه اعدادي لسه. ولد دخلت في علاقه عاطفيه مع ولد، وبعدين الولد بحبك بحبك بحبك. المهم الولد كان في ثانيه ثانوي والبنت في ثانيه اعدادي، والولد بيتسلى يعني. وبعدين من ضمن ما بعت لها الفيديو من الفيديوهات الاباحيه، عباره عن فيديو موسيقى في واحده بتقلع ملابسها قطعه قطعه. دي على اطار الفيديوهات منتشره قوي. بلاش الافلام الهندي. كويس؟ ده فيديوهات منتشره جدا جدا. ايه اللي بيحصل؟ فالولد بعت للبنت الفيديو ده، فبتقول له ايه قله الادب دي؟ ايه اللي مش عارف ايه ده؟ ايه ده؟ لا 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 سوري، بعت واحد بعته لي فانا ما كنتش عارف فيه ايه فبعته لك. انا اسف ومش عارف ايه. طبعا كانت النتيجه ايه؟ بعد فتره بعت لها نفس فيديو تاني زيه وقال لها بجد نفسي انت اللي تعملي الفيديو ده، وانت قدام ربنا مراتي، وانت قدام ربنا حبيبتي، وعمر ما في مخلوق هيبص على الفيديو ده تاني. طبعا لعب على الودان، والبنت بكل سذاجه عملت الفيديو دي. عارفين البنت دي اسمها ايه؟ مريان، اللي انتحرت من الدور الخامس لما الولد قال لها لو ما جيتيش النهارده البيت انا هبعت الفيديو لابوك واخواتك. كانت النتيجه عملت ايه؟ انتحرت. مشهوره ونزلت في الجرايد معروفه، ما اعرفش وصلت لكم ورقص ولا لا. كويس؟ انت كارثه. احنا بنعمل احيانا بنستسهل، احيانا عشان نبان ان احنا لارج، احيانا ان احنا مودرن، احيانا ان احنا نظهر ان ده مش هيفرق معانا، لكن ده ممكن يعمل مصيبه واحنا مش واخدين بالنا. ارجوكم راجعوا تصرفاتكم كويس قوي. ما بقولش ركز يا حبيبي، لا لا يا حبيبي ورا كل واحد هيقول انا. فلو سمحتوا لا تقبلي. هنخش في فيس، هنخش ده، نخش ده صداقه، ممكن ابعت معايده، ابعت حاجه، لكن غير كده لا. ارجوكوا عشان ما تدخلوش نفسكم في حاجه زي كده. احيانا بقى بخاف من البنت الجميله شويه. ايه طب قلت لكم جمال وزي الفل، بس البنت الجميله شويه اللي شايفه نفسها ان كل الولاد هيموتوا عليها، دي اخر بنت بتتجوز. ليه؟ حد عارف ليه؟ بتستقصد نفسها في اي حد وشايفه انها تستحق احسن من كده، وايه لعب العيال ده؟ فانا بعمل ايه؟ انا مستنيه بقى ايه؟ فارس بني حمدان اللي هيجي لها بحصان ابيض ولا توك توك اسود، كويس؟ عشان ينقذ الاميره من الحصن. في حين ان البنت الطيبه المخلصه بنت ربنا البسيطه اللي جمالها طبيعي او بسيط جدا جدا، دي اسرع بنت تتجوز. اذا عمر الجواز ما كان مرتبط بشكل ولا بجمال، ولا يقول لك واو طلقه مين؟ اقعدنا على جنب انت مش فاهم حاجه. وانت اوعي تبص على الرجاله على ان دول ذئاب وخاطفه. يا ريتهم ذئاب. لو بتحضروا ناشونال جيوغرافي تعرفوا ان الديابه الديب ما يرتبطش بانثى ايه؟ واحده. ولو ماتت وهو صغير ما يرتبطش بانثى تاني طوال حياته. يا ريتهم ديابه. احنا عارفين البشر مراته تموت قبل ال 40 يكون منشن على واحده تانيه.
يعني اللي بعديها عشان نضرب بس. فطبيعه الحال دول مش ديابه ولا شياطين ولا ابلسه، دول ربنا قلت لك مزودك بذكاء عاطفي اكبر من ولد بكام سنه؟ 3 سنين. فتقدري تميزي ابن ربنا من ابن الشارع، من الشخص الملتزم المسؤول من الشخص المستهتر اللي بيلعب في المنات. تقدري بذكائك تميزي الكلام ده. لكن الدخول في علاقات عاطفيه دلوقتي ده مش صح. انا ممكن اخد سؤالين 2 فقط. طيب بسرعه بس. اوكي. اولا بدون خسائر اقلل من الشات مع الشخص ده، اقلل من اتصالاتي معاه، تدريجيا احنا بنقول مع البعد ومع التاخر ده هو بيحس، وانت كمان بتعيدي تقييم مشاعرك مره تاني، فده يخليكي تهدي شويه. ده بطريقه عملي. الطريقه العملي ان انا اقلل المسافات، بدل ما كنت بتصل بيه يوميا او بقعد بالساعتين على الشات او ده، لا انا ممكن اوقف القصه دي يوم 2، لا يبقى مرتين في الاسبوع، مره في الاسبوع لغايه لما بطل. هتقدري لو انت عرفتي او اكتشفتي ان العلاقه دي مش هتؤدي الى اي نتيجه غير جرح، هيفضل ياثر على جوازي فيما بعد تاثير خطير جدا. ليه البنات الزمن ده هي اللي بتحب تصاحب اولاد بعد كده تخش يا راجل؟ طبعا انا سوري مش هقدر اكمل بقيه السؤال. انا مش مقتنع ان في حب من اولى اعدادي او اولى ثانوي والحب من الجامعه. هل هذا الكلام صواب او خطا؟ ممكن جامعه اوكي زي ما انا قلت ان الجامعه هيبقى فيه نضج، هيبقى فيه عقل كبر اكتر، كمان مداركي اتسعت اكتر، اقدر اميز مين المناسب. قد يكون مهند، يعني بتحب مهند رغم ان دول ما فيهمش مهند، عبد الستار صبري طبعا كويس، لكن هنفترض ان منهم مهند. سؤال، قد يكون مهند بس مش مناسب ليك. مهند ده ممثل تركي. اصل انا حسيت ان في حد هندي قاعد. يا استاذ مجدي، احنا اتكسفنا النهارده ومطرتنا. مش كل الرجاله او بالمعنى الافضل الشباب بنفس الصفات او التفكير ده. انا قلت كل الشباب؟ انت خدتها على نفسك، دي حاجه تخصك، دي حاجه اسمها عمليه طرح. انا اعرف واحده صاحبتي بتكلم حد معين وانا عارفه انه بيضحك عليها وهي مش قابله النصيحه، اعمل ايه؟ بس ما تجيش دوري. نصحتيها هي مستمره تكمل. عارفين في ناس بيبقى غرقانه وهي هي حابه انها تبقى ايه؟ غرقانه. اوكي يا بوي، لو بحب ايه دول؟ ايه؟ طب دي كلمات متقاطعة ممكن تنزليها؟ لو بحب نقط سوداء. انا في حد قال لي وانا في ابتدائي انه بيحبني، بس بعد كده ما جاش حد تاني. يمكن كنت في ابتدائي حلو قوي. وهو قريبي وبقاله 6 سنين بيحبني ومش عارفه اعمل ايه. كملي، لو استمر وكمل معاكي كملي، بس من حقك وتقولي له كده انا مفيش مشاعر ناحيتك دلوقتي، انا لسه ما كبرتش او لسه ما نضجتش، لكن لو مشاعري اتغيرت قدام ما تلومش الا نفسك، انا ما وعدتكش بحاجه. فاهمين قصدي؟
لكن مصيبتنا ان احنا نقعد نوعد وبعد كده ايه؟ ما بنكملش. انا عندي عقده من كل الاولاد، بكره هتحبيهم. بقول لك بص انا ضحيت بكل رجاله ابو راس، كل رجاله الفكريه، هو ما حدش جالها اصلا، لكن ما علينا. علشان من صغري كنت عاطفيه قوي. يا عيني وجرحك ولد. اوكي طبيعي. بصوا ادي عيب الحب في الصغر، تطلع معقده من الرجاله كلها. انا حاسه اني بقيت موحده برغم اني بحب القعده. بتحب ايه المس الرقيقه دي؟ تكتب بسرعه بس عايز تصلح لهم. طب خد لازم تعيشي معاناه ولادك. لو حد عايزه ابعد عنه ابعد ازاي؟ ما انا لسه بجاوب سؤال زي ده. قللي اتصالك بيه، قللي الشات معاه. كل ما تقللي الشات وتقللي اتصالك بيه هتلاقي ايه؟ احنا الدنيا بتقف اوفر او مجرد ما تقف بس كده الدنيا كلها ايه؟ زي الشهوه بالظبط. الشهوه بتيجي لحظات بتبقى طب لو مسكت نفسك 20 دقيقه راحت خلاص. هي نفس بس. ما هو السن الطبي يعني الزواج بعد ال60 تاخد مكافأة نهاية الخدمة تتجوز بيها. وما هي المرحلة اللي بيبقى فيها الحب صادق؟ دايما لو انا ظروفي المادية متيسرة وبشتغل كويس وعندي دخل كويس ابويا بيبني لي شقة والدنيا زي الفل، انا ممكن من اوائل 23 24 كراجل اقدر اعمل كده. ويبقى حب صادق ويبقى حب صادق. بنت مش اقل من 20 سنه لان الباقي ده دلوقتي احنا بنتسلى. انا بحب واحد بس، كل الشباب ده واحد وهو بيحبني. لا دي الوقع. وديلي كتير بكلمه اكتر من سنه وحصل قبل كده مشاكل، اهلي عرفوا واهله وانا مش عارفه اعمل ايه وانا مش عايزه اسيبه، مش هقدر بس بحاول. بس هو وعدني ان هياخدني، بس هو المشكله في الحصان. كل الرجاله بيوعدوا بس قلنا اللي بتحب وعاوزه تنسى مش قادره تنسى وهتيجي تنسى تحاول تنسى انها تنسى. متوحده ولا متوحشه؟ اوكي. بس علاقات كتير بس اول حد يقرب منك ده طبيعي ولا؟ ده اسمه اضطراب في ادمان العلاقات. تعلق الولد من هنا وقبل ما تخش معاه في علاقه تسيبه. ده مزاج. ده سلوك بيسموه باسف اجريسيف، يعني عدوان سلبي. انها انت تعمل ايه؟ الولد ده يهتم بيها والولد ده يهتم بيها والولد ده يهتم بيها، ولا تدي ده عقد نافع ولا ده ولا ده ولا ده. وبس هي بس ايه؟ تحس انها ايه؟ ليها قوه تاثير عليك. اشكركم جدا. انا عارف ان انا ما قلتش كلام يعجبكم، بس انا مش جاي اعجبكم بصراحه، انا جاي اقول لكم الحقيقه بس. باسمكم بنشكر استاذ مجدي على تعبه ومحبته. بنقدم هديه بسيطه، معلش هي يعني مش جيمتك لكن من محبه الخدام، هديه بسيطه لحضرتك. شكرا لتعبك ومحبتك. اتفضل.